السلام الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كيف العاده الى اول مره كتشوفوا القناه ولا الفيديو ديالي ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزلو، وما تبخلوش عليا بلي لايك والتعاليق ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو ولا تشاركوا القناه ديالي مع احبابكم واصدقائكم باش هكا تقدروا تدعموني اكثر انني نوصل المشاهدات تكون عاليه شويه. وكنبغي نشكركم لكل الناس، كنبغي نشكر كل الناس اللي وصلوا لي الفيديو ديال بيتزا السائله ل4 ديال المليون بالمشاهده. صراحه هادشي كيفرحني وكيزيد يشجعني انني نزيد نخدم ونعطي اكثر. اليوم جيت لكم بفيديو جديده. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكراتان بالكرات ديال البطاطس اللي غادي نديروهم بالحشوه ديال الكفته. صراحه هذا الكراتان كيجي زوين بواحد لاصوص لذيذه، ومع كنديروا لاصوص بيشاميل كيعطي هذا المزيج، كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع. بلا ما نطول عليكم خليكم مع لا فيديو وفرجه ممتعه. البنات بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال هذا الكراتان، هنا درت شويه ديال هنا عندي دوك لي طوماط سوريز ولا مطيشه صغيره، درتها مع واحد الفلفله خضراء كيتسلقوا، وهنا درت واحد 4 ديال البطاطات كبارين تيتسلقوا حتى هما بالقشور ديالهم. هنا البنات درت شويه ديال زيت الزيتون مع شويه ديال الملحه، الكمون، البزار والقزبر ومعدنوس وواحد الفص ديال الثوم مع واحد البصله متوسطه. غادي نشحر هادشي مزيان حتى يتشحر ليا وتهبط ليا هاد البصله عاد باش نضيف الكفته ديالي. هنا المطيشه ديالي هي والفلفله تسلقوا، غادي نضيف لهم واحد شويه ديال الماء، وهنا ضفت واحد الفص ونص ديال الثوم، غادي نطحنهم كاملين في الخلاط الكهربائي. ما طحنت المطيشه ديالي غادي نصفيها في هاد الصفاي. هنا البنات ضفت شويه ديال الكفته، فرتها بحال هكا باش نشحرها مزيان مع هاد البصله. هنا راه ديك البطاطا قربت توجد، وهنا عندي ديك لاصوص راه صفيتها، صفيت ديك المطيشه اللي طحنت مع الفلفله والثومه، ضفت ليها زيت الزيتون ولا زيت العود، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال البزار، شويه ديال البابريكا، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر للتنسيم، وضفت واحد شويه ديال غير واحد راس معلقه ديال السكر باش ما تبقاش ليا ديك مطيشه حامضه. ودابا غادي نحط هادشي، بعدا غنضيف بعدا واحد الكونسونطري طوماط، غادي نضيف واحد معلقه مملوءه صغيره ديال كونسونطري طوماط ولا معجون طماطم، وغادي نرد هادشي كلشي فوق البوطه يتشحر ليا مزيان حتى تختار ليا وتعقد ليا هاد لاصوص. هنا البنات ديك البطاطا اللي سلقت بالقشره ديالها حيت لها القشره، ودابا غادي نحاول نمعسها حتى باقا سخونه. هنا البنات ضفت شويه ديال الملحه، البزار، الكمون، شويه ديال القزبر ومعدنوس، وضفت واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. غادي نحاول نمزج هادشي مزيان.
هنا البنات درت لاصوص بيشاميل. درت ديما كنشاركها معكم. درت هنا معلقه ديال الزبده مع معلقه ديال الدقيق، وبقيت كنخدمهم شويه فوق العافيه. عاد من بعد ضفت لهم تدريجيا الحليب. غادي نبقى نحرك هكا مع التحريك المستمر باش ما يتلصقش ليا في القاع ديال الكاسرونه حتى تعقد ليا لاصوص ديالي. وفي الاخير غنضيف شويه ديال الملحه، البزار وشويه ديال الكوزه. هنا راه كلشي واجد. هنا عندي ديك الكفته اللي وجدت معكم، هنا عندي شويه ديال الفرماج، وهنا ديك البطاطا اللي حضرت معكم، وهنا لاصوص. هي كيف كتجي لاصوص خاطره وعاقده. شوف كيف كتجي رائعه، جربوها بهذه الطريقه. المهم دابا غير توجد ليا لاصوص بيشاميل ديالي وهنا معكم. دابا البنات من بعد ما كلشي وجدته، هنا عندي حتى لاصوص بيشاميل. ها هي واجده حتى هي. اول حاجه هي الاولى غادي نديرها في المول. غندير غير واحد الكميه قليله وغادي نسرحها بحال هكا في المول. انا درت فيها شويه ديال الكوزه. كيمكن لكم الا ما كيعجبكمش لو غو ديال الكوزه ما ديروهش. وغادي نضيف واحد شويه ديال لاصوص ديال المطيشه. هنا عندي شويه ديال الزيت، غير غادي ندهن به يديا باش نقدر ندير الكويرات ديالي ديال البطاطا. غادي ندهن بحال هكا يديا بالزيت. وغادي نجيب شي معلقه باش نهز الكفته، واحد الكميه ديال الكفته ونوضعها بحال هكا في الوسط. وغادي نحاول نجمع. كيمكن لكم ديروا الفرماج لداخل، كيمكن لكم ديروا بحالي. الا بغيتو ديروا الموتزاريلا حتى هو من الداخل. كندير بحال هكا كويرات وغادي نحطها هنا. وغادي نستمر البنات بنفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي. من بعد البنات ما استفت كلشي بحال هكا في الطاوه. كملت الكميه اللي عندي كامله. هنا بقى لي غير واحد شويه بحال هكا. غادي غير نديرو هكا من الفوق باش ما يضيعش. وهنا غادي نضيف هاد لاصوص. غنضيف شويه في فوق كل وحده. ودابا من الفوق غادي نضيفو هاد لاصوص بيشاميل. ومن الفوق غادي نضيفو الفرماج، اي نوع ديال الفرماج كان عندكم ولا الجبن. غادي ندخل دابا الكراتان ديالي يتحمر ويتكغاتينا مزيان، ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالو.
هنا كتسالي لا فيديو ديالي. كنتمنى الكغطاء اللي قدمت لكم اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو وتشجعوني بلي لايك والتعاليق ديالكم. تسناوني في فيديو جاي ان شاء الله، في انتظار التعاليق ديالكم. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.